السلام عليكم، نتمنى دائما تكونوا بأفضل الأحوال إن شاء الله يا رب، مع فيديو جديد ووصفة جديدة مع قناتي وقناتكم وصفات جينان شانيل. اليوم بغيت نشارك معكم حلوى اللي صيبتها بسيطة جدا، كتجي مقرمشة على الشكل ديال البيمو، اللي غادي نستعملوا فيها ربعة ديال الكاوكاو وغادي نضيفوا فيها الهرنس. كتجي على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. أكيد بالنسبة للتزيين أنا زينتها بطريقتي، وإن شاء الله نتمنى أنها تعجبكم. ما نطولش عليكم، خليكم تبقاو مع طريقة التحضير. نبداو على بركة الله. اول حاجه في الحلوى ديالنا غادي نحتاجو الكاوكاو. عندي ربعة ديال الكاوكاو، يعني زلافه كبيره هامره. غادي نديرو في الفران حتى نحمر واحد شويه. بغيتو انكم تحيدوا له القشره ديالو وتقليوه في الزيت، يعني لكم الاختيار. انا غادي نستعمل هذه الطريقه، هذه سهله وكيجي بها غادي تجيكم الحلوى مزيانه. من بعد ما حمرته كما كتلاحظوا حيت له نصف الكميه ديال القشور وخليت الباقي بقشورو، ويمكن لكم انكم تطحنوه في الهشوار يخليوه حتى يبرد. من بعد ما طحنت الكاوكاو كما كتلاحظوا، بالنسبه لهاد الكميه غادي تعطيكم كميه كثيره ديال الحلوى. بغيتو انكم تضاعفوا الكميه ديال الكاوكاو، انا درت هذا القياس هذا. وغادي نضيف ايضا الهرنس. بالنسبه للهرنس خديت الحجم الكبير ديال الباكيه. غادي نطحنو حتى هو بحال الكاوكاو وغادي نضيفو عليه. صافي هنايا راني طحنته. غادي نحاول انني نحرك داك الكاوكاو مع الهرنس مزيان، وغادي نضيف عليهم العسل. يعني من الافضل العسل تكون نوعيه جيده هي اللي غادي نجمع بها الكاوكاو والهرنس. وغادي نضيف عليهم الكوبل ديال الحليب اللي كنضيفوه في الحليب، يعني ماشي المر. كما كتلاحظوا غادي نضيف 2 معالق كبار حتى ل3، وغادي نجمع مزيان داك الكاوكاو مع الهرنس بالعسل، يعني حتى يتجمع ليكم مزيان. غتبقاو تضيفوا العسل بالتدريج حتى تجمع لكم مزيان، يعني ترجع بحال العقده ديال الحلوى اللي كنضيفوا. من بعد ما غادي تجمعوا الحلوى ديالكم مزيان، هنا ما بغيتش نطول عليكم في التصوير. صافي جمعتها مزيان حتى تبقاو انها تسرول لكم على الشكل ديال الفقاس. وغادي تملحوها في الجنجلان. بالنسبه للجنجلان يكون مغسول ومنقي، يعني ما يكونش محمر. وغادي تقطعوها على حسب المرشم اللي غادي ديروا نتوما شكيلات. بغيتو انكم ديروها كويرات ومن بعد تضيفوها في الجنجلان، يعني الطريقه اللي بغيتو. حتى بالنسبه لهاد الطريقه كغادي بالنسبه للجنجلان غادي تلصق لكم في الحلوى مزيان. انا خديت هذا المرسم هذا هو اللي اخترت انني غادي ندير به الشكل ديال الحلوى. وانتم على حسب النوع ديال المرسم اللي بغيتو نتوما كما كتلاحظوا. صافي غادي نبقى نبسط كويرات بهذه الطريقه هذه، وغادي نخرج الشكل ديال الحلوى اللي بغيتو انكم تضيفوا الجنجلان. يعني كما كنعرفوا الجنجلان زوين، بغيتو انكم تزيدوا تضيفوا الجنجلان. صافي كتلاحظوا الشكل ديالي ها هو. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الحلوى ديالي كامله. يعني بالنسبة للطريقة نتمنى أنها تكون واضحة وطريقة سهلة. بغيتو أنكم تستعملوا الطريقة اللي وريتكم في الأول، ولا بغيتو أنكم تقطعوها من بعد عاد ديروها في السنجلان، يعني على حسب الطريقة اللي بغيتو نتوما. صافي غادي نكورها وغادي نديرها في المرسم ديال الحلوى. وعلى حسب الحلوى بغيتو أنكم تضيفوها على 2 شكيلات، أو فقط أنكم ديروها على شكيل واحد. من بعد ما غادي نكمل الكميه ديالي كامله مباشره غادي نديرها في المول اللي غادي ندخل الفران. الحاجه اللي غادي ناكد عليها بالنسبه للفران يكون سخون، وغادي نخلوها من 3 دقائق حتى ل 4 في الفران. يعني غير هاد المده هذه وغادي نخرجوها مباشره. غير غادي تحمر لينا داك الزنجلان شويه وغادي تشد لينا الحلوى في راسها. بالنسبه ملي غادي نديروها في الفران غادي تنفخ واحد شويه. بالنسبه للكاوكاو سبق لينا حمرناه، حنا بغينا غير داك الزنجلان يتحمر. صافي من بعد ما غادي تبرد راه الحلوى غادي تشد في راسها، ما غاديش تبقى كما الاول. غادي نخرجوها من الفران مباشره وغادي نزينوها.
من بعد ما خرجت الحلوى ديالي من الفران درتها في البلاطو وخليتها حتى بردت، يعني كما قلت لكم ما طولوش عليها المده في الفران، غير غادي تحمر لينا الجنجلان شويه، وملي كتبرد كتشد في راسها، كتجي على الشكل ديال البيمون، كتجي مقرمشه، المذاق ديال الكاوكاو مع الهرنيس كتجي بنينه. صافي انا خليتها حتى بردات، زينتها بالشوكولاط ابيض وغادي ندير عليها خطوط بالشوكولاط اسود، وفقط يعني كفكرة في التزيين، وأكيد يعني زينوها بالطريقة نتوما اللي بغيتو، وكتجي على الشكل ديال البيمو وكتجي مقرمشة. من بعد ما كملتها كاملة بالطياب صافي زينتها بطريقتي، وتبارك الله كتعطي كمية كثيرة. غير كما قلت لكم ما تطولوش عليها بزاف في الفران، من 3 حتى 4 ديال الدقائق. ملي كتخرج كتبرد كترجع شادة في راسها، وكتجي مقرمشة على الشكل ديال البيمو. وان شاء الله نتمنى انكم تجربوها، وكنشكركم بزاف على حسن المتابعة ديالكم ليا، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة مع قناتي وقناتكم وصفات جينا شانيل.